النهارده ان شاء الله هعمل معاكم الجلاش بالمانجا، يعني مش الكنافه بس اللي بتتعمل بالمانجا، هنعمل الجلاش. لو عندك بقى لفه جلاش كده في الفريزر عندك متكسره ومتهربده زي ما انت شايفه كده، هتعملي بقى احلى تحليه بارده. طلعت كده الجلاش زي ما انتم شايفين، بدات اقطعه بالمقص او اقطعه بايديا او بسكينه زي ما انت عايزه بقى. انا استسهلت كده، شلت المقص وبعد كده قطعته كده بايدي، وهروح حاطه عليه نص كوبايه من السمنه، وهدخله الفرن هيتحمص وهياخد لون ذهبي كده وجميل جدا. شايفين بقى بعد ما قطعته حطيت السمنه وهدخله الفرن على درجه حراره 180 على الرف اللي في النص. مش بياخد وقت معاكي خالص، 10 دقايق هتلاقيه اتحمص وخد لون ذهبي جميل. نزلت كده بالسمنه، بعد كده هغلف بها الجلاش كويس. خلاص كده تمام، وبعد كده هدخلها الفرن وهتطلع معانا بقى باللون اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. شايفين لونها ما شاء الله عامل ازاي؟ كانت هنا بقى قطع الجلاش كبيره، بس عشان هو الجلاش متحمص مجرد ما تضغطي عليه بالمعلقه هيتكسر معاكي كده. بعد كده جبت كوبايه من الكريم شانتيه، واخد عليهم كوبايه ونص من عصير المانجا. طبعا ممكن تحطي ميه مثلجه، بس بما ان احنا هنعمل الجلاش بالمانجا فحبينا ناخد كل حاجه يكون الطعم بتاعها فيه مانجا. هنا بقى ما حطيتش سكر، الكريم شانتيه كان خام بس المانجا عليها سكر فاستكفيت بالسكر اللي في المانجا. خلاص كده تمام، هنضرب الكريمه كده لحد ما تتماسك كويس. وكده خلاص الكريمه جاهزه معايا. هعملها بقى في بولات ازاز زي ما انتم شايفين، او تعمليها في طاجن بايركس او صينيه، اي حاجه متاحه عندك هتعمليها. هنا بقى عبيت الكريم شانتيه في كيس كده من الاكياس بتاع الحلويات، وبعد كده خدت شويه كده من الكريم شانتيه خدت شويه كده من الكريم شانتيه زي ما انتم شايفين، وبعد كده نزلت بكميه من الجلاش، يعني معلقه كده من الجلاش، وببدا افردها كده كويس وبضغط عليها كده بالمعلقه، وهنزل بطبقه من الكريم. وزي ما قلت لك لو مش حابه تعمليها في كاسات، ممكن تعمليها في كاسات او في كوبايات او زي ما انت عايزه بقى، في صينيه زي ما انت عايزه، المتاح عندك اعمليه. خدت طبقه من الكريمه ورجعت نزلت تاني بطبقه من الجلاش، وهرجع اخد كمان طبقه من الكريمه. شايفين طريقته سهله ومش هياخد معاكي وقت خالص. خلاص كده بقى تمام، هبدا بقى انزل بالمانجا كده. المانجا دي بقى طبعا احنا طبعا في موسم المانجا، يعني المانجا كتيره في الايام ديت، وكمان سعرها كمان مش غالي، فهتعملي بقى بالمانجا حاجات كتير. يعني لسه ان شاء الله هكمل معاكم وصفات كتيره بالمانجا. دي كانت معلقه من جل التلميع، هحطها كده على الوش بتاع المانجا، عشان المانجا من الحاجات اللي انت لما بتفتحيها كده وبتدخليها التلاجة، بتقطعيها وبتدخليها التلاجة بتسمر معاكي. فجل التلميع ده بيمنع ان هي تسمر معاكي، او لو عندك جوليو مانجا برده ممكن تحطي لها جوليو مانجا. شايفين كده بقى ايه، حطيت كده نعناع يعني عشان اكسر بس اللون. ودي كانت وصفه النهارده، شايفين سهله جدا وبسيطه، ان شاء الله تجربوها وربنا يحسن ما بين ايديكم.